بقى اللي احنا قلنا الناصر محمد هو اللي ابتدى يبنيه اول مره 718 هجري 1318 ميلادي عشان يكون الجامع الرسمي في القلعه مكان جامع السلطان الكامل، ورجع جدده تاني او بناه من جديد في سنه 735 هجري 1335 ميلادي في عصر السلطان قايتباي. السلطان قايتباي جدده مرتين لان السلطان قايتباي مش هو سكن هنا في القلعه وكان الديوان بتاعه قلنا مكان قصر الجوهره، فالسلطان قايتباي جه في سنه 1471 وجه بعدها بحوالي 15 16 سنه ورمم الجامع للمره الثانيه وعمل فواره في نص الجامع. بص النهارده نص الجامع فيه فواره، الفواره اللي هي بتاعه الميه زي اللي بنشوفها في السلطان حسن وفي ابن طولون وهنشوفها في محمد علي كمان شويه. كان في فواره ايام السلطان قايتباي هنا ما كانت مش موجوده النهارده. وكانت يا جماعه بالمناسبه ارضيه الجامع في الصحن كانت رخام، النهارده رخام ده حجر. ولاحظوا بقى حاجه ثانيه، ان كل النوافذ بتاعه الجامع دي نافذه. شايف يا حكيم؟ دي نافذه. هنا انت هتروح لازم تروح هناك خليك معايا اهو. وهنا نفس القصه، بص هنا كل دي نوافذ اتقفلت. وكان بيتقال بص يا حكيم في الضلع ده، هو الجامع النهارده له بابين، الباب اللي احنا جايين منه اللي هو باب محوري اهو على محور المحراب على طول، مدخل محوري تدخل منه تبقى وشك للمحراب، وفي باب تاني اهو شايفينه؟ ده الباب التاني. بيتقال بقى بيقال ان كان في باب ثالث كان هنا الناصر محمد بن قلاوون، كان يقول لك باب سر او باب في الضلع ده، يقول لك ان الناصر محمد بن قلاوون كان بيجي منه علشان يصلي. وكان في الجامع ده مكاننا هنا بالظبط كان في مقصوره دي اللي هي ايه؟ مكان بيصلي فيه السلطان لوحده. هنا ده انت بتصلي في القلعه في مقر الحكم وخايف من الاغتيال. ما انا خايف من الاغتيال من مين؟ من اللي معاه في مقر الحكم يعني هم مماليك في بعض، هو خايف منهم. فيجي الناصر محمد بن قلاوون يعمل مقصوره يا جماعه خشب. مثلا رحتوا السلطان حسن شفتوا القبه الضريحيه؟ مش القبه الضريحيه دي في جواها الضريح بتاع السلطان حسن الرخام ده، بس في مقصوره خشب حواليه، او في الامام الشافعي ضريح الامام الشافعي مش في مقصوره خشب حواليه. هو السلطان بقى بيدخل هنا والحراسه بتاعته تقف على الايه؟ على الباب المقصوره. المقصوره دي بتبقى هنا في مكاننا هنا بالظبط يصلي فيها لوحده. المقصوره دي كانت موجوده برضه في جامع الزهر بيبرس اللي في الظاهر، الزهر بيبرس عمل مقصوره يصلي فيها لوحده. المقصوره دي اول واحد اتخذها في الجامع هو الخليفه عثمان بن عفان الصحابي الجليل، بعد ما اتقتل الخليفه عمر بن الخطاب وهو ايه؟ بيصلي. فالخليفه عثمان جه عمل مقصوره واتقتل برضه بس مش هو بيصلي، لكن هو مات برضه في النهايه مات مقتول. وجه معاويه بن ابي سفيان لما قامت الدوله الامويه وكده طور في بناء المقصوره دي. فكان زمان كانت المقصوره دي عنصر اساسي في عماره الجامع، يعني زي ما في الجامع الرسمي للدوله زي ما في منبر وفي محراب وفي دكه مبلغ وفي مأذنه، يبقى لازم يبقى في ايه؟ في مقصوره. طيب برضه من الحاجات المهمه في عماره الجامع هنا هي المأذنه دي، المأذنتين بتوع الجامع. بص يا حكيم على قمه المأذنه، هات قمه المأذنه كده، القمه، هات لي القمه. شايفينها يا جماعه؟ الجامع له مأذنتين. قمه المأذنه دي هي غريبه صح؟ مش بس في شكل الفصوص اللي عليها، ان الفصوص دي شكل الفصوص غريب ومتلبسه بإشاني اخضر صح؟ اتقال بقى ايه؟ ان المأذنتين دول، المأذنه دي والمأذنه الثانيه اللي هنشوفها لما نطلع بره، بناهم عمال او مهندس من ايران من تبريز. فدي تأثيرات ايرانيه على العماره الاسلاميه المصريه. طيب احنا مش متأكدين من المعلومه دي، هو بيتقال ايه؟ ان في الجامع بتاع الامير قوصون ده كان معاصر للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، كان له مآذن زي المآذن دي بالظبط. فالمؤرخين بيرجحوا ان المهندس اللي جه بنى المآذن بتاعه الامير قوصون هو اللي بنى المآذن بتاعه مين؟ لان انت طالما بنيت المآذن بتاعه الامير يبقى تبني المآذن بتاعه مين؟ السلطان بقى. طالما واحنا هنا شكلها مختلف لان مش هتلاقوا المآذن دي طبعا بتوع الامير قوصون دول مش موجودين النهارده، الجامع بتاعه، لان الجامع اللي هو جامع ايسون اللي في شارع محمد علي اتكسر وبتاعه واتعملوا هم بيشقوا شارع محمد علي ايام الخديوي اسماعيل، مش موضوعنا. لكن احنا اللي متبقي قدامنا هي المآذن دي، مش هتلاقوا مآذن زيها في مصر بالشكل ده. طيب ده برضو من العماره المميزه للجامع. لما احنا قلنا بقى ان النوافذ دي اتقفلت، نرجع تاني بقى ان الجامع ده لما حصل الاحتلال البريطاني لمصر، الاحتلال البريطاني الانجليز دخلوا مصر امتى؟ 1882 ودخلوا القاهره 15 سبتمبر 1882. ومشوا امتى من مصر؟ احنا من مصر كلها 56 في الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو يونيو.
لذلك احنا عندنا عيد اللي احنا ما عدناش النهارده بناخده اجازه للاسف، يعني اللي هو من اهم الاعياد في تاريخ مصر. اهم عيد، عيد الجلاء ده المفروض الناس تمشي في الشارع كده وتوزع ورد على بعض وتسلم على بعضها. 18 يونيو 1956 خروج اخر جندي بريطاني من ارض مصر بعد كام سنه؟ بعد 74 سنه. هم موجودين من 1882 لغايه ايام جمال عبد الناصر و 1956. 18 يونيو ده اللي هو عيد الجلاء. على فكره عندنا علشان كده عندنا في الجلاء، بس في 2 جلاء. في جلاء الانجليز عن القاهره ده في 46، خرجوا من القاهره وراحوا فين؟ القناه. لكن جلاء الانجليز عن مصر كلها وخروج اخر جندي بريطاني دي المرحله الاخيره، بدات من 54 ل 56. كان حتى عملنا معاهده معاهم في شهر اكتوبر اسمها معاهده الجلاء، وقعها جمال عبد الناصر، وده كانت من 54 في اكتوبر بفتره سماح 20 شهر. فلما هم عملوها في اكتوبر في 19 اكتوبر كان اخر تخلص ال 20 شهر في 19 يونيو 56، فهم اخر واحد مشي امتى؟ 18 يونيو 56. يهمنا بقى الانجليز قبل ما يخرجوا، لان الانجليز بقى لو هم انت بتقول ان هم خرجوا من القاهره الاول في 46 ده الجلاء الاولاني، عشان كده حتى عندنا كوبري اسمه كوبري الجلاء، صح؟ كوبري الجلاء ده اللي هو ده مش الجلاء الثاني، مش الجلاء بتاع 56، ده بتاع الجلاء بتاع مين؟ بتاع 46 اللي هو جلاء الانجليز عن القاهره. الانجليز قعدوا في طالما هم قاعدين في القاهره من 82 ل 46 يبقى هم قاعدين فين؟ في القلعه. من 82 من 1882 ل 1946 لغايه بعد ما خرجوا بعد معاهده 36 وبتاعوا الحرب العالميه الثانيه لما خلصت في 45 خرجوا بقى بعد كده في 46. يهمنا بقى الانجليز في الفتره بتاعتهم دي اول ما جم القاهره واول ما قعدوا في القلعه في 1882 هم جم في الجامع ده وحولوه لمخزن ولسجن، ولذلك اتقفل واتعمل فيه زنازين واتحط فيه خشب وبتاع لغايه ما جت لجنه حفظ الاثار العربيه استلمته في سنه 1917 وابتدت ترمم فيه. يعني هم استلموه والانجليز كانوا موجودين لسه في القلعه ولا لا؟ وكانوا موجودين في مصر، بس هم قالوا لهم بقى اللجنه قررت انها تروح مع الانجليز واتعملت اتفاق معاهم سيبوا لنا بقى الجامع واحنا هنرممه وهنرجعه جامع تاني. وكانت القبه دي ما كانتش موجوده. بما انك انت طلعت للقبه خلينا نجيب برضو النص التاسيسي. بادئ من هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي معايا؟ ها؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. مما امر بانشائه مولانا السلطان الملك الناصر ابن مولانا، صح؟ السلطان الشهيد المرحوم الملك الايه؟ المنصور سيف الدنيا والدين مين؟ قلاوون تغمده الله برحمته، وذلك في سنه كام؟ 5. طالما احنا قرينا 5 يبقى التكمله كام؟ و30 و700، 735. لو كانت بادئه ب8 مثلا يبقى 318، يبقى 18 او 8. لو بادئ ب8 هيقول لك 18 و700 718. لكن طالما بادئه ب5 يبقى ده البناء الاولاني ولا الثاني؟ الثاني من 735. الاولاني 718 الثاني 735. فدي كان المفروض التكمله هنا 735 35 و700. هنا يا ابني هنا 35 و700. انا مع الناس، في ناس بتيجي تتفرج تقول لي هو فين؟ هو انت بتقول حاجه وهو بيصور حاجه. خليك معايا يا حكيم، انا مش هشرح وهخرج. طيب اللي سأل بقى على المنبر، اخر حاجه هنقولها هنا المنبر والمحراب، كل ده كان تجديد برضو، تجديد لجنه حفظ الاثار العربيه خلاص على القديم. لكن المنبر ده مكتوب عليه ايه؟ نقرب كده. امر بعمل هذا المنبر المبارك حضره صاحب الجلاله الملك الصالح فاروق الاول. باينه؟ الملك الصالح من القاب الملك فاروق، الملك الصالح فاروق الاول. وكان الفراغ منه في سنه كام؟ 68 و300 والف هجريه، 1368 هجري اللي هو 1949 ميلادي. ده عمل الملك فاروق المنبر ده. خلاص؟ فاضل بس ان احنا نشوف الاعمده بقى بالصلبان اللي عليها. وفي حاجه مهمه قوي في الجامع اللي هي المزوله. المزوله اللي هي